بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشعر بسعادة غامرة تملأ حنايا الفؤاد وأنا في هذا المسجد العامر في هذه الولاية المباركة، ولاية تبسة، التي ارتبط اسمها بعالم من علماء الجزائر، بمصلح من صلحائها ومصلحيها الشيخ العربي تبسي رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم، أسأل الله دوام النعم وتمامها، أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ بلادنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ أمة الإسلام مما تعاني منه من هزات وضربات وإصابات. ربنا قال في القرآن: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سادتي الأفاضل، عنوان الدرس: الصلح فريضة شرعية وضرورة اجتماعية. مقدمة لهذا العنوان: ربنا عز وجل خلقنا في هذه الحياة وأعلمنا بأنه سيبتلينا، والحياة دار ممر والآخرة دار مقر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فالحياة دار بلاء وابتلاء. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. وقال في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وعلمنا كيف ندعوه عز وجل في كل ركعة من خلال سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نجدهم في سورة النساء الآية 69: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ربنا عز وجل أعطانا نعمة كبرى وهي نعمة الإسلام، كما قال في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. اكتمل الدين عقيدة من خلال عقيدة التوحيد التي تناقض عقيدة الشرك بجميع صورها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سورة البقرة الآية 256 التي جاءت بعد آية الكرسي مباشرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، شرط أساس نفي يساوي لا إله، ويؤمن بالله تساوي إلا الله، إثبات، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. اكتمل الدين عقيدة من خلال بيان هذه العقيدة، وهي أصل الأصول الذي جاء به النبيون والمرسلون، كما في سورة الأنبياء الآية 25 يقول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عقيدة التوحيد بثمراتها التي تتمثل في حياتنا ونتمثلها في حياتنا. عقيدة التوحيد تبصرنا بطريق النجاة، فهي طوق النجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عقيدة التوحيد تثمر في حياتنا، تثمر أخوة تجمعنا. هناك نسب دموي، قرابة دموية، وهناك قرابة إيمانية أشار إليه القرآن في سورة الحجرات في الآية 10: إنما المؤمنون إخوة. ثمرة من ثمرات التوحيد، ثمرة من ثمرات العقيدة هذه. إنما المؤمنون إخوة، الأخوة في الدين. ثمرة ثانية تتمثل في الثبات، فالذي يؤمن بالله ربا ربنا يهديه الثبات في حياته، فيصمد أمام هزات الدنيا وأمام عواصفها وابتلاءاتها، كما قال ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. البقرة 155-156. إذن ربنا عز وجل يثبتنا كما في سورة إبراهيم بدءا من الآية 24 إلى غاية الآية 27: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وفي تفسير ابن عباس: المراد بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. ويصح الاستدلال بهذه الآية في معرض الحديث عن كل كلمة طيبة، فهي ثمرة من ثمرات شجرة الإيمان لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها أو أكلها في قراءة كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس، إلى أن قال ربنا: يثبت الله الذين آمنوا. ثمرة من ثمرات الإيمان عقيدة التوحيد: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان، الثبات في الدنيا وفي الآخرة. ومن ثمرات الإيمان أيضا أمر في غاية الأهمية: الرجولة التي وجدناها في هذه الولاية عبر تاريخ هذه الولاية، التي لها حضور معتبر من خلال مجاهديها وصلحائها ورجالها، منهم الذي ذكرناه والذي يحمل اسم هذا المسجد الكبير، كبير عظيم بعظمة ذلك الرجل الشيخ العربي تبسي رحمه الله. ربنا يصف الرجولة في أكثر من موضع: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وقال ربنا في آية أخرى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الإيمان يصنع الرجولة، صانع للرجال. ثم أن الإيمان يعلمنا بأن الأمر في يد الله عز وجل، فهو الرزاق وهو الخالق وهو المدبر، وإليه يعود الأمر كله. لذلك نؤمن إيمانا يقينيا بأن آجالنا في يده، ولن يصيبنا إلا ما قدر الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأن الأرزاق بيده،
وأن الإيمان بعقيدة التوحيد من ثمراته أيضا رفض جميع ألوان الشرك، بل الشعور بالحرية، والإنسان حر كما قال عمر الفاروق: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ومما يقوي هذه الحرية في الإنسان يجعله يؤمن بأنه حر في هذه الحياة الإيمان بالله الواحد، والأدلة كثيرة في هذا الباب. وقد ذكرنا آية قبل حين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. عبر أحد الشعراء عن ذلك بقوله: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص لك في الدين، لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. إذن أيها السادة الكرام، عقيدة التوحيد هذه اكتمل فيها الدين كما ذكرنا أوائل سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. اكتمل عقيدة واكتمل عبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا قال في سورة الذاريات في الآية رقم 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ذلك بعد رحلة لطيفة بقلوب الناس، بعقول البشر. في الآية السابعة يقول لنا جميعا: انظروا إلى هذا المخلوق العظيم، انظروا إلى هذه السماوات والسماء ذات الحبك في الآية السابعة. وفي الآية رقم 20 ربنا يقول: وفي الأرض آيات للموقنين. هذه الأرض التي تعيشون فيها، تقيمون مساجدكم، عمرانكم، تقيمون حضاراتكم، هذه الأرض. وفي الأرض آيات للموقنين. ثم تأتي الآية رقم 21 يقول فيها ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي آية أخرى الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. تسير معنا هذه الآيات، تأخذ بألبابنا بعقولنا إلى عقيدة التوحيد، إلى أن قال ربنا في الآية رقم 50: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، ومن خاف الله عز وجل وخشيه اقترب منه. ففروا إلى الله. ثم تأتي الآية 55 ربنا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التي تليها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا يقول في آية أخرى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبودية مقام رفيع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بصفة العبودية بعبده، فهو مقام شريف وهو مقام سامق. وقد اكتملت هذا الإسلام اكتمل شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الشريعة التي تحفظنا وترعانا من بطن الأم إلى بطن الأرض، من البطن إلى البطن. شريعة منحت للجنين حق الحياة، فحرمت الإجهاض إلا بمسوغ شرعي. هذه الشريعة أعطت ألوانا من الرخص للمرأة الحامل، للأم الحامل. تعلق الأمر خاصة برمضان وبغيره. قررت ألوان من التخفيفات والرخص رعاية لهذا الوضع، لأنها تحمل جنينا، تحمل مشروع إنسان في بطنها. ثم أن هذه الشريعة منحت لهذا الجنين حقه في المال، في الميراث، إذا مات أبوه وهو في بطن أمه، وهو أمر لا نجده في الفلسفات القديمة
ولا في الحضارات القديمة على وجه القطع واليقين، ما وجدنا ذلك إلا في شريعة الإسلام. ميراث الجنين يرث ميراثا، بل كما يقول الفرضيون نحفظ له النصيب الأوفر. هذه الشريعة التي ترعى هذا الإنسان وهو جنين في بطن أمه وبعد ميلاده، ثم ينتشر في هذه الحياة وترافقه الشريعة الإسلامية عبر مراحل عمرية معينة: مرحلة انعدام الأهلية، مرحلة التمييز، نقصان الأهلية، مرحلة الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإذا تحرك الإنسان في جميع مجالات الحياة، إذا تحرك في المجال التجاري نجد قواعد شرعية تضبط حركته، وإذا تحرك في المجال المدني، في المجال الاقتصادي الاستثماري، في مجال تأسيسه للأسرة، قواعد شرعية ترعاه وتحفظه وترافقه. ومما أذكرها في هذا الباب نذكر ما قال ربنا في الآية 282 وهي أطول آية في القرآن في مجال التوثيق، في مجال المال، في مجال حفظ الحقوق: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. نجد هذه الآيات تحفظ أسرنا من خلال الآية 21 في سورة النساء: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما وصف عقد من العقود بهذا الوصف الجليل إلا هذا العقد الذي به تؤسس الأسرة، والأسرة هي النواة الأساس في بناء المجتمع. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ونجد كذلك في سورة الروم في الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتأتي الآية 231 لتحفظ هذه الأسرة عند النزاع: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وتأتي آيات وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتسع المقام للتفصيل فيها، تحفظ هذا الإنسان في أسرته، مع جيرانه، في متجره، في إدارته، في جميع مجالات الحياة. حتى وهو يقيم هذه الحضارة لا بد أن يستشعر بأنه إنسان مستخلف، لا بد أن يصنع حضارة تزرع السلم والسلام، تزرع الأمن والأمان، ولا تزرع الحروب، ولا تعتدي على حقوق الإنسان. تزرع حضارة تزرع السعادة، حضارة تزرع السعادة لا الشقاء، تزرع الفرح لا الحزن لا الكآبة، تؤلف ولا تشتت، تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق. عقلاء الدنيا الآن يشهدون بأن حضارة اليوم لا ينكر أنها قدمت ألوانا من الخدمات للبشرية، لا تنكر في المجال العلمي، في المجال التكنولوجي، ولكنها في الوقت نفسه حضارة دمرت، حضارة فرقت وشتتت، زرعت الحروب، اعتدت على حقوق الإنسان. هذا الإنسان بغض النظر عن دينه، عقيدته، جنسه، لا يهم، فهو إنسان لأن كرامته متصلة بآدميته كما قرر الفقهاء عند نظرهم في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. إذن سادتي الأفاضل، هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا الذي يحفظنا. إلى أن نأتي إلى الخصومات التي تقع بين الناس، وهنا أعود مباشرة إلى عنوان الدرس. فنحن في دار الدنيا إذا وقع الاختلاف فلا حرج، إذا وقع النزاع فلا حرج، لأن الذي خلق وهو أعلم، هو الذي يعلم بحال البشر في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا حصل النزاع أرشدنا هذا القرآن
إلى أن نعود إلى الإسلام، إلى أن نعود إلى القرآن والسنة. قال ربنا عز وجل في سورة الأنفال في الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يفترض إذن من خلال هذه الآية أن النزاع محتمل بين الناس، اختلفت مداركهم، تتباين مصالحهم، تختلف آراؤهم، تقع المنازعات فيما بينهم، ولكن الإسلام وضع لنا هذه الإرشادات، هذه التوجيهات. فالصلح إذن فريضة شرعية دلت عليه النصوص. ربنا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأكد ذلك في سورة الحجرات في الآية 10، وأكد ذلك في سورة النساء في الآية 35، وفي الآية 128: والصلح خير، وفي الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية لم تحدد نزاعا معينا، نزاعا بذاته أو بعينه، أي نزاع. الشريعة قادرة على أن تجد الحلول الناجعة للنزاع الواقع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ورد في القرآن في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وهو رائد الإصلاح حينما قال في حديث آخر، حديث سهل بن سعد: اذهبوا بنا نصلح بينهم. حينما أخبر بنزاع وقع: اذهبوا بنا نصلح بينهم. إذن فالصلح فريضة شرعية دلت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة على أنه فريضة شرعية. ثم نأتي إلى كونه ضرورة اجتماعية، لأن ترميم الخلل الذي يقع بين الناس، لأن إصلاح ما فسد بين الناس، هذا يؤدي بنا في النهاية إلى الحفاظ على هذه اللحمة الاجتماعية، إلى الحفاظ على هذا النسيج الاجتماعي، إلى تحقيق التماسك الاجتماعي من أجل أداء وظيفة الاستخلاف في ظل الأمن والأمان والسلم والسلام، كما قال ربنا في سورة البقرة في وسط هذه السورة الآية 143: ثم جعلناك على شيء. قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إشارة إلى منهج كبير في الإسلام، وهو منهج الوسطية والاعتدال. فالوسطية أطول عمرا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية من مقاصدها التزام خط الوسط بين جميع المتقابلات وجميع المتضادات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لما؟ لتكونوا شهداء على الناس. لا يمكن للشهادة أن تقبل من غائب عن الميدان، فالشهادة تقتضي الحضور، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تصوروا معي، الرسول يشهد لنا أو يشهد علينا، وقد عاش موقفا جللا مع عبد الله بن مسعود حينما طلب منه أن يقرأ عليه القرآن. قال: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ من أوائل سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى أن وصل إلى الآية 41. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك، أي توقف. ابن مسعود يروي الآن، قال: فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان الدموع. ما هي الآية التي أبكته صلى الله عليه وسلم؟ هي هذه، يقول فيها ربنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سادتي، في نهاية هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا من كل سوء، وأن يحفظ بلادنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين،
وأن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.